ومنورين يا شباب، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير باسورد الواي فاي، ونقدر نغير اسم شبكة الواي فاي، ونعمل اخفاء لشبكة الواي فاي. طبعا النهارده احنا بنتكلم عن راوتر موديل اتش 188 اتش 188 يعني لو حضرتك في شركة وي واتش 188 تمام، مفيش مشكله بالشرح ليك. حضرتك في شركه وي، اورنج، فودافون، اتصالات، فالشرح ده برضو ليك. يعني جميع الشركات طالما بتستخدم، لان كل الشركات دلوقتي اذا كانت اورنج، وي، اتصالات، فودافون، بقوا بيستخدموا الراوتر ده اللي هو الموديل بتاعه اتش 188 فحضرتك هيكون الشرح ده ليك، ولكن اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر بيختلفوا من شركه لشركه. انا بالنسبه لي شركه اورنج، تمام، فببدا اخد اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر، وبرده كذلك الامر لو انت اتصالات واورنج فودافون هتلاقي يوزر نيم وباسورد في ظهر الراوتر. انا بالنسبه لي اورنج بكتب اليوزر نيم يوزر، والباسورد بكتبه برده حروف كبيره وصغيره وارقام. تمام، فالشرح ده ليك لو بتستخدم اي شركه من الشركات دي. تمام، اهم حاجه يكون موديل الراوتر اتش 188 زي ما قلنا كده. في اي شركه بقى هو السيستم واحد، ولكن بيختلف زي ما قلنا اليوزر نيم والباسورد اللي هم في ظهر الراوتر. تمام، بيختلفوا من شركه لشركه. طبعا هنبدا بقى نفتح المتصفح بتاعنا من على الهاتف، ونبدا نضغط كده ونبدا نكتب 192.168.1.1 وهنقول انتر. هيبدا يفتح معانا بالشكل ده. تمام، لو جات لك الصفحه دي ما تقلقش منها خالص، هتبدا تضغط اذا كان جاب لك اعدادات متقدمه او متقدم. تمام، فانت هتضغط عليها. تمام، بعد كده تقول له متابعه الى 192.168.1.1 هتضغط عليه، هيبدا يفتح لك صفحه الراوتر زي ما انتم شايفينها كده. تمام تمام، هنبدا نكبر كده. بعد كده هتيجي هنا اليوزر نيم والباسورد. طبعا هنا بيقول لك رجاء تسجيل دخول الى اتش 188 مرحبا بيك في الراوتر يعني. تمام، فانت حضرتك اسم الدخول هنبدا نكتب يوزر. انا بالنسبه لي شركه اورنج، لان انا مع شركه اورنج والراوتر ده تبع شركه اورنج، فهكتب يوزر. تمام، وبعد كده هبدا اكتب الباسورد او كلمه المرور. برضو ده كله بتلاقيه في ظهر الراوتر، يوزر نيم والباسورد في ظهر الراوتر. ولكن حضرتك تمام، انا بالنسبه لي مغير اليوزر، عفوا انا بالنسبه لي مغير الباسورد بتاع صفحه الراوتر، كاتبه بحروف سهله كده عشان اقدر اكتبه، ما اقعدش ابص في ظهر الراوتر كل شويه. لو حابب سيب لي كومنت في اسفل الفيديو، نعمل فيديو عن الموضوع ده وازاي تقدر تغير الباسورد بتاع صفحه الراوتر عشان تقدر تعمل كلام وحروف بسيطة تكون انت حافظها او تسميها باسمك او ايا كان. انا بالنسبة لي عامل الباسورد باسم احمد. تمام، وبعد كده عامل له ات، بعد كده عامل حرف كبير اللي هو حرف الايه، بعد كده عامل واحد، بعد كده اقول له تسجيل دخول. هيبدأ يفتح معايا بالشكل الجميل ده. تمام، بعد كده اضغط على حاجة، ثواني، اسحب كده، هضغط على حاجة اسمها لوكال نتورك هتضغط عليها، هيبدأ يفتح لك صفحة بالشكل ده. بعد كده هيبدأ يجيب لك حاجة كده على الجنب، هتختار حاجة اسمها دبليو لان، هنضغط على دبليو لان. بعد كده هننزل هنختار حاجة اسمها دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن، هنضغط عليها. تمام، بعد كده حضرتك انت بقى هتشوف انت محدد اي شبكه، هل انت بتستخدم شبكه اس اس اي دي 1 او 2 او 3 او 4 او 5 على حسب الراوتر اللي موجود عندك. ممكن الراوتر يكون بيدعم من اس اس اي دي 1 لحد اس اس اي دي 4، وممكن يكون الراوتر بتاعك نفس الراوتر اللي حاليا اللي معايا اللي هو بيدعم من اس اس اي دي 1 لحد اس اس اي دي 8. تمام، فانت شوف الشبكه بتاعتك انت مختارها اس اس اي دي كام. انا مختار اس اس اي دي 2. تمام، ومعلم عليها قلنا اهوت، والباقي كله مغلق. لو انا ضغطت عليها كده على اس اس اي دي 2 هتبدا تفتح معايا بالشكل ده. تمام، هنا يا شباب اس اس اي دي نيم بيقول لك اسم الشبكه. انا طبعا اسم الشبكه بتاعتي انا مسميها حرف الاي، ممكن اخليها احمد، ممكن اخلي اسم الشبكه بتاعتي احمد، شوف انت عايز تخليها هنا. وبعد كده اس اس اي دي هايد ديت خاصه باخفاء الشبكه. اس اي دي هايد خاصه باخفاء الشبكه. انا طالما محدد عليها اون كده يبقى انا عامل اخفاء للشبكه. طب انا عايز اظهر الشبكه فهحدد على اوف. تمام، ولكن انا هخفي الشبكه، فانا مخلي الشبكه عامل للشبكه بتاعتي اخفاء،
فانا هضغط على ون كده، يبقى انا عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. تمام. هنا برضو بتختار مثلا الحمايه اللي انت عايزها، ويستحسن تجيب اخر حمايه، مفيش اي مشكله. تمام. هنا طبعا انت بتبدا تكتب اي باسورد، طبعا الباسورد اللي انت عايزه. بعد كده هنا بيقول لك شو باسورد، لو ضغطت عليه كده بيبدا يظهر لك الباسورد اللي انت كتبته ايه، عشان ما تغلطش وتكتبه حاجه غلط ولا اي حاجه. تمام. بعد كده بتبدا تضغط على كلمه ابلاي، كده سيف معاك الاعدادات بكل سهوله. اتمنى اكون افدتكم في الشرح. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وفعل الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم.